أبو مالك، أنت طبعا سني. شنو مفهومك للمذهب السني وأنت قاعد تخالف كل توجهاته؟ لا مو كل توجهاته، يعني غالبية توجهاته. لا المذهب السني يؤمن بأن الله واحد، وأن هناك يوم آخر وجنة ونار، وأن هناك نبي اسمه محمد، وأن هناك قرآن كريم. مبادئ الإسلام السني هو أوسع من هذه الخلافات المذهبية. الخلاف في معاوية ولا يزيد ولا الجهم بن صفوان، هذه تفاصيل. نعم. أولا السنة بالمعنى الحق، بالمعنى إذا أردنا أن نرتقي، سنة من نريد؟ سنة من؟ سؤال. سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم سنة غيره؟ أكيد سنة النبي. نعم. يا مرحبا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الباب أنا سني. أعطني حديثا يعني الآن اللي مثلا المذهب السني هو أيوة، لأن إذا كنت طبعا البعض قد يقول لكن اليوم نحن ما نكفر أبا حنيفة. نقول لا، في ناس لا زالوا يذمون أبا حنيفة، منهم الشيخ مقبل الوادعي له كتاب نشر الصحيفة في ذم أبي حنيفة، منهم سمير المالكي له بحث في ذم أبي حنيفة، وهكذا. إذا السنة في سنة نبوية وسنة مذهبية. انتبه، السنة المذهبية دخلت فيها اجتهادات أيوب السختياني وأحمد والبخاري وفلان وفلان، دخلت فيها. أنا لا تلزمني السنة المذهبية. إذا كنتم يعني تقولون أنني بهذا المعنى سني، ما أبغاها. سنة مذهبية ما أبغاها. سنة نبوية حياها الله. حديث أؤمن بصحته اعطوني، تعالوا نحن وأنتم نعرف علم الحديث والتصحيح والتضعيف، تعالوا اثبتوا لي أن هذا الحديث صح عن النبي، لا يخالف قرآن، ونؤمن به. أنا الذي أورطهم بالسنة المحمدية عندما أقول لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمار الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونها إلى النار. هنا ما يبغون السنة، وهو حديث متواتر. ليش؟ لا، لأن السنة المذهبية قالت لا نتكلم في الصحابة، تمام؟ بينما السنة النبوية في صحيح مسلم في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة. هذه سنة نبوية ولا؟ صحيح الحديث. طبعا صحيح مسلم وصحيح وله طرق. الحديث الآخر حديث متداول. لا أنا عندما أقول صحيح أنا أعي ما أقول، لأني أنا لا أعتمد الفرد، لا أعتمد حديث الفرد، لا بد حديث من أكثر من طريق وله شواهده وحواضنه. حديث مثلا عن ما يخص أصحابي فيقال إذا كان يوم القيامة يؤخذ بكم يمينا وشمالا بعض الصحابة، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. هل هذا الحديث الذي أتى من أكثر من طريق هل هو من سنة النبي؟ السنة المذهبية ترفض هذا الحديث. انتبه، في نزاع كبير بين السنة المحمدية والسنة المذهبية. أنا انتصرت للسنة المحمدية، ولأن السنة المذهبية أكثرية قالوا أنت لست سنيا يعني مذهبيا، تمام؟ أما السنة المحمدية أنا الذي سأورطهم فيها، ما يورطون.